الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل حرف الاي بالخرز الكريستال مقاس 8. الادوات المطلوبه معانا خرز كريستال مقاس 8 وحلقه ميداليه وخيط سنوره مقاس 60 وكمان المقص القصافه بتاعنا. يلا نبدا. الحرف سهل جدا جدا وهيبقى كله غرزه رباعيه. يلا نبدا مع بعض. هنقطع حته من الخيط وهنبدا على طول. هنعمل ايه؟ اول حاجه خالص هنعملها هناخد 4 خرزات من الخرزه بتاعتنا الكريستال. ده كريستال بلاستيك 3 4 خرزات. بعد كده هنوصل الخيط ونرجع في اخر خرزه بالشكل ده كده، نعمل دايره صغيره ومن طرف الخيط الجنب التاني ندخل بالشكل ده كده في الدايره ونشد الخيط من الطرف التاني كويس قوي لحد ما نخبي العقده دي بالشكل ده كده. انا عايزه من الغرزه دي 3 غرز بس. تمام، 3 غرز بس. انا عملت اول واحده، هعمل تاني واحده، هحط خرزتين من جنب وخرزه من الجنب التاني، خرزه واحده بس من الجنب التاني عشان انا عايزه الخيط يطلع لي من الجنب، وارجع في اخر خرزه زي ما متعودين كل مره. عملنا حلقه صغيره ومن طرف الخيط التاني ادخل فيها بالشكل ده كده وارجع اشد. تمام، ادي كده خرزتين غرزتين، واحده والتانيه. واخر غرزه نعملها هنحط من طرف الخيط اي طرف، هنحط 3 خرزات عشان الخيط يطلع لي من الخرزه اللي تحت. 1 2 3 خرزات ونرجع في الخيط كده. عملنا حلقه ونشد طرف الخيط من الجنب التاني. ليكي حريه اختيار انك انت تقصي الخيط وتبدأي تحطي الخيط من الخرزة اللي في النص، او تلفي الخيط على الخرز لحد ما توصلي للخرزة اللي في النص. تمام، يعني ليكي حرية الاختيار زي ما قلنا. ممكن انا الف الخيط لحد ما اوصل للخرزة اللي في النص دي، وممكن اقص الخيط واقوم مدخله في الخرزة اللي في النص على طول. انا هعمل اسهل حاجة معاكم ان انا اقص الخيط من الجنبين عشان تبقى سهله برضو مع المبتدئين اللي بيشتغلوا معايا. تمام، هاخد خيط من اللي انا قصيته وادخل في الخرزه اللي في النص بالشكل ده كده. تمام، وهعمل ايه؟ هعمل 6 مربعات. الطول ليكي حريه الاختيار فيه، بس انا حابه ان يبقى 6 مربعات افضل حاجه. انا معايا 1، هبني كام واحد؟ هبني 5 مربعات. تمام، معايا 1 بس هبني 5 علشان الطول ده متهيألي يبقى مناسب جدا، افضل من ان انا اطوله او احط خرزتين من طرف. تمام، من الطرف التاني زي ما اشتغلنا فوق رباعي، والجنب اللي فيه خرزتين هنرجع فيه بالشكل ده كده ونبدأ نشد الخيط من الجنب التاني لما ندخله في العقدة الدايرة. نفس الموضوع، هحط خرزتين من طرف. تمام، وخرزة من الطرف التاني وارجع في اخر خرزة. اتفقنا احنا هنعمل 6 ادوار. نيجي بقى 3 جنب 1. عايزه الخيط الجنب ده يعني تلفي على الخيط كده وتلفي على دي لحد ما تطلعي. بعتذر جدا التليفون فصل شحن فما عرفتش اكمل الفيديو. احنا وصلنا لحد ان احنا يا اما هنقطع الخيط من الجنب ده ونعمل خيط جديد وندخله من الخرزه دي وبعد كده نعمل غرزه رباعي، يا اما نلف الخيط
ونوصل للخرزه دي ونكمل الغرزه بتاعتنا. انا قصيت الخيط وعملت غرزه جديده، غرزه رباعي بخيط طويل عشان ابدا اعمل جنب تاني لحرف الاي ونبدا نجمعهم على بعض. انا عملت حرف الاي اهو الجنب التاني تمام كده. هبدا بقى ان انا اعمل ايه، اقفلهم في بعض. ايه، انا الخيط طالع لي من هنا كده لفوق خرزه واحده، بعد كده همسك الجنب التاني حرف الاي اللي انا عاملاه الوجه التاني، ونفس الخرزه اللي من فوق دي كده هدخل الخيط فيها. لازم ابقى مظبطه بالظبط انا ماشيه ازاي. خلاص الخيط اهو، بعد كده اعمل ايه، احط خرزه واحده بس، قفلتها برضو غرزه رباعي، ارجع في الخيط كده واشد من طرف الخيط في الجنب التاني كده. انا عملت غرزه. بعد كده هعمل ايه، خلاص بقى الموضوع بقى سهل. هدخل بالخيط في الخرزه دي والخرزه الجنب التاني، وهحط خرزه واحده بس. هدخل في الخيط بالجنب ده كده كده، ومن الجنب التاني بالشكل ده كده اهو، وهحط خرزه واحده. انا ممكن اركب حلقه الميداليه وانا شغاله افضل بكتير من ان انا اركبها بعد ما اخلص، سهل عليا الدنيا جدا. واحط خرزه واحده وارجع بالخيط كده واشد بالشكل ده كده. برضو كونت لي غرزه. هنفضل ماشيين بقى على الموضوع ده. طرف الخيط اللي في الجنب الشمال ادخل بيه بالخرزه كده، والجنب التاني برضو ادخل في الخرزه كده واحط خرزه واحده بس من اي طرف كده. هستمر على الموضوع ده. طرف الخيط اللي في الجنب ده ادخل في الخرزه، والجنب التاني ادخل بطرف الخيط في الخرزه كاني بالظبط بخيط حاجه. بعد كده احط خرزه واحده وارجع بالخيط كده واقفل. هكمل الموضوع ده كده كله وهرجع لكم في اخر خرزه. لنا بس خرزتين قلت اقفلهم مع حضراتكم. هندخل بطرف الخيط في الخرزه اللي عليها الدور من الجنب ده، وطرف الخيط في الجنب التاني الخرزه اللي عليها الدور في الجنب التاني. وبعد كده الخيط طالع لي من 3 خرزات، ناقص خرزه واحده بس هحطها وارجع في الخيط بالشكل ده كده واقفل من طرف الخيط في الجنب التاني. بعد كده الخرزه اللي عليها الدور ادخل طرف الخيط في الجنب ده وطرف الخيط من الجنب التاني، وهحط اخر خرزه في حرف الاي بتاعنا اهي. انا بقى مش هعملها هدخلها في الخيط، انا هربطها لان دي اخر خرزه معي. اربط ربطه وادي التانية. بعد كده زي ما اتفقنا الشغل بتاعنا لازم نخبي العقده عشان الشغل بتاعك يبقى نضيف. الزياده مع حرف الاي حلو جدا، شكله تحفه قوي 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 وشيك، وفي نفس الوقت مش كبير. هيبقى جميل قوي ومتاح كل الالوان، بس انا بصراحه حبيت الاحمر شكله حلو قوي. ان شاء الله اكون افدتكم النهارده واعمل لكم باذن الله فيديوهات تانية كتير. ما تنسوش طبعا لايك واشتراك. كان معاكم ايه.